ازاي تتخلص من دهون اسفل البطن او الكرش في اسرع وقت ممكن؟ طبعا يمكن يكون اللي يعرفني او ما يعرفنيش او شاف فيديو الترانسفورميشن بتاعي هيكون عارف ان انا كنت من الناس اللي كنت تخين جدا قبل كده. كان وزني تقريبا حوالي 120 كيلو وبعدين خسيت مثلا لوزن 80 كيلو. وكان في المرحله سواء قبل ما بدات وبعد حتى ما بدات كان عندي دهون اسفل البطن وكرش. حتى بعد ما خسيت كان برضو عندي دهون اسفل البطن مش بتروح. فان شاء الله في فيديو النهارده هقول لكم ازاي تقدر تتخلص منها بشكل علمي وفي نفس الوقت بتجربتي الشخصيه مع الموضوع. فيا ريت تشوف فيديو النهارده ده لغايه الاخر، لان انا بصراحه هحاول اغطي لكم موضوع من A to Z حرفيا. يعني اغطي لكم ايه اسباب الموضوع والحل للموضوع وكل تريكايه فيه، واحاول انقل لكم كل تجربتي الشخصيه في رحلتي الكامله دي. فيا ريت تتابعوا الفيديو للاخر وما تبخلوش عليها بلايك وسبسكرايب. اول نقطه، هو اصلا الدهون اللي بتبقى في الكرش او اسفل البطن دي بيكون ايه اصلا سببها؟ اول نقطه، ممكن يكون عندك عضلات البطن ضعيفه، فبسبب انها ضعيفه عامله حاله الارتخاء فباين ان بطنك منتفخه شويه او كبيره. تاني نقطه، ممكن يكون جسمك حابس ميه. تالت نقطه، وده اصلا اللي في 99% عند الناس، ان انت نسبه دهونك عاليه. وحاجه تانية، اصلا اول اتنين اللي انا لسه قايل عليهم في الاول دول غالبا برضو هتلاقي معاهم عنده نسبه دهون زايده، فده اللي عامل منظر الكرش. طب واحد دلوقتي يسالني هل انا اصلا ممكن اعرف الكرش بتاعي ده هيروح في وقت قد ايه؟ هقول لك واستنى لاخر الفيديو اكون قايل الموضوع ده. طب دلوقتي انا لسه قايل 3 اسباب اللي عامله منظر الكرش اللي عندك ده. انا دلوقتي عايز احدد الكرش اللي عندي ده سببه ايه، فهحاول اعرض لكم كل نوع من الانواع دي واوريكم صور للناس اللي كان عندها الموضوع ده، بحيث تقدر تحدد انت مشكلتك في انهي واحده من دول. اولا، لو انت شكل بطنك من النوع ده فانت غالبا عندك ارتخاء في عضلات البطن او عضلات البطن ضعيفه، وده غالبا بتلاقي منظر البطن تحس انها كده بارزه وقابه لقدام، وده برضو اصلا بيكون نفس منظر البطن اللي عند مرضى القولون. طب دلوقتي احنا عايزين نقسم عضلات البطن. دلوقتي احنا بيكون عندنا في نوعين من عضلات البطن، عضلات بطن خارجيه مثال ليها مثلا الريكتس ابدومينس بتبقى اللي ماسكه من بره كده، وفي عضلات بطن داخليه بتبقى من جوه شويه مثال ليها مثلا الترانسفيرسس ابدومينس. طبعا انت لو راجل عندك الكرش بالمنظر ده فانت غالبا عندك الاثنين ضعاف، ولكن اللي مسبب اللي عامل ارتخاء ومخلي الموضوع الشكل قابب قوي لقدام كده هو العضلات اللي جوه، بالذات الترانسفيرسس ابدومينس. عضله الترانسفيرسس ابدومينس دي تعتبر الكرسي بتاع البطن، تقريبا هي اللي ماسكه البطن كده اكنها كرسي طبيعي. فلما العضله دي بتبتدي تضعف هي اللي بتدي منظر الكرش ان هو تحس كده ايه، ان هو قابب لقدام كده. طب دلوقتي ازاي نقوي عضله الترانسفيرسس ابدومينس دي؟ يمكن يكون اقوى تمرين لعضله الترانسفيرسس ابدومينس هو الاستومك فاكيوم، وده عباره عن ان انت بتشفط بطنك. بس الاول انت لازم تحس بالعضله قبل ما تبتدي التمرين ده. عشان تحس بالتمرين ده انت بتحط ايدك جوه الحوض بتاعك وتبتدي تشفط بطنك للاخر اكنك بتحاول تدخل السره لظهرك وبتخرج كل الهواء اللي جوه بطنك، وبتفضل ثابت في الوضع ده ان انت شافط بطنك كده لغايه ما تحس ان انت خلاص مش قادر. طب واحد دلوقتي يسالني اعمل مثلا كام عده او كده؟ لا، انت التمرين ده من التمارين اللي بتتعمل لغايه ما توصل للفيلير، او معنى صح تحس ان انت خلاص مش قادر تعمل تاني. وبرده تمرين تاني ممتاز جدا ان انت تعمل مثلا تمرينه البلانك، ده بيشغل الكور ماسلز كتوتال، ولكن برده بيكون تمرين ممتاز جدا لتشغيل عضله الترانسفيرسس ابدومينس. وطبعا مش محتاج اقول زي ما انا قلت في الاول، اللي عنده ضعف في عضلات البطن اكيد هيكون عنده دهون زياده. تاني حاجه بقى، لو انت عندك ميه متخزنه في جسمك. اولا بس كده، لو انت اصلا شخص تخين او عندك كرش ودهون زياده فانت كده غالبا عندك دهون محبوسه زياده في الجسم، ولكن بيكون الهدف ان انت عايز تنزل الميه زياده اللي في البطن وفي نفس الوقت الدهون. واصلا صعب قوي ان انت اصلا تلاقي حد مثلا الكرش اللي عنده ده عباره عن ميه فقط، ولكن بيكون في بعض الناس اي نعم هو ما عندوش دهون على بطنه، ولكن بتكون المشكله ان متخزن عنده ميه بس. ولكن غالبا الناس دي حاول اعرض لكم الصور، يعني بيكون هو غالبا راجل بادي بيلدر، الناس اللي بيحضروا البطولات وكده، وده اصلا بيكون راجل قلل نسبه دهونه جدا ويا دوبك فاضل الفينش الاخير ان هو ينزل الميه زياده اللي في الجسم. طب كمجمل ازاي تقلل بقى الميه زياده اللي في الجسم دول؟ اول حاجه عشان نعرف ايه الشيء اللي بيخزن ميه في الجسم، في مثلث بيتكون من 3 حاجات، الميه والكربوهيدرات والملح. ال3 حاجات دول مع بعض لما يجتمعوا بيخزنوا ميه في الجسم. وعشان تنزل الميه من الجسم انت عندك حل من 2، اول حاجه ان انت تقطع حاجه من المثلث ده، او ان انت تقلل 2 منهم. وطبعا انا ما انصحش تماما ان انت تقطع حاجه من المثلث ده، يعني مثلا تقطع ملح خالص او تقطع كرب خالص، ما انصحش بده. فاللي انصح بيه ان انت مثلا تقلل من حاجتين، وطبعا مش هتقلل من شرب الميه عشان الميه ليها فوائد كتير جدا في الجسم، اللي هتقلل منه الملح والكربوهيدرات. ثالث واكبر واهم سبب، وده زي ما انا قلت في الاول هو اكيد عند اول نوعين في اللي انا لسه شارحهم، يعني هو ان انت عندك دهون زياده ونسبه دهونك زايده. طب ازاي تقلل نسبه دهونك او الدهون الزايده في الجسم؟ اول واهم حاجه عشان تقلل نسبه دهونك الاكل بتاعك، ثانيا التمرين. وطبعا العامل الرئيسي زي ما انا قلت في الاول، الاكل بتاعك هو اللي هيحدد انت هتخس دهون ولا لا، ده العامل الرئيسي في الموضوع. فانت المفروض تعرف ايه هي سعرات الثبات بتاعتك، او تعرف احتياجك اليومي من السعرات الحراريه وتبتدي تقلل عنها من 500 ل 1000 سعره حراريه. طب في السريع كده ازاي تعرف السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها؟ اول حاجه بتضرب وزنك اللي بالكيلو في 2.2 في من 14 ل 16، وده بيكون بناء على نشاطك اليومي. مثال مثلا واحد وزنه 100 كيلو هنضرب ال 100 في 2.2 في 15 مثلا، هتلاقي هيطلع في الاخر
الاخر 3300 سعر حراري، دي سعرات الثبات بتاعته. فبعدها هو هيبتدي يقلل عنها من 500 ل 1000 سعره حراريه. تاني بقى نقطه ان انت تعرف احتياجك من الماكرو نيوترينتس اللي هو بقى سواء الكربوهيدرات والفاتس والبروتين. طب ازاي بقى تعرف احتياجك من كل حاجه وعايز تفاصيل اكتر؟ شوف انا كنت عامل سلسله حلقات اسمها سلسله حلقات الهرم الغذائي، يا ريت تتابعها، انا شارح فيها كل حاجه بديتيلز الديتيلز يعني. طب دلوقتي واحد هيقول لي انا دلوقتي مثلا هقلل 500 1000 سعره، انا عايز اعرف دلوقتي الكرش اللي عندي ده هيروح في وقت قد ايه؟ بص غالبا انا بقول لك الكلام ده بالخبره وبالناس اللي انا اصلا بمرنها شخصيا، لاحظت عندهم الموضوع ده. غالبا لما نسبه دهونك بتقل عن ال 15% بتبتدي غالبا يعني المناطق الزياده اللي في الجسم بتروح. يعني صعب قوي الاقي واحد نسبه دهون اقل من 15 وعنده كرش او دهون اسفل البطن مثلا. طب اصلا ازاي تعرف نسبه دهونك او كده؟ او في طريقتين، اول طريقه ان انت تروح تعمل ان بودي، تاني طريقه ان انا مثلا هحاول اعرض لكم صور دلوقتي هتتوقع مثلا انت في انهي رينج من دول. مثال دلوقتي عايزين نطبقه على شخص عشان نشوف هينزل الكرش بتاعه في وقت قد ايه. فلنفترض مثلا واحد وزنه 100 كيلو، نسبه دهونه 20%، هو عايز ينزل الكرش اللي عنده، فاحنا عايزين نوصل نسبه 15%. فمعنى ان هو 20% نسبه الدهون بتاعته ان هو عنده 20 كيلو دهون، احنا عايزين ننزل منهم 5 دلوقتي عشان الكرش يروح. فلو هو قلل من سعراته الحراريه 1000 سعره حراريه في اليوم، ده معناها ان هو هيخس كيلو دهون في الاسبوع، فده معناه ان هو كده يحتاج 5 اسابيع عشان ينزل تحت 15% وكرشه يروح. وطبعا مش محتاج اقول ان الكلام ده بالتقريب، وطبعا مش محتاج اقول من اهم الحاجات اللي تعملها ان انت تعمل كارديو سواء منخفض او عالي الشده، ده يساعد جدا ان انت تحرق سعرات حراريه اضافيه. وبرده نقطه هامه جدا، مفيش حاجه اسمها ان انت تخس من منطقه واحده بس في الجسم. كل انسان اصلا بيكون عنده في منطقه بتكون هي فيها الدهون العنيده، او معنى صح اصعب منطقه ان هو يخس منها دهون. ولكن اللي اقدر اقوله لك وعن تجربه شخصيه برده، الدهون دي برده بتنزل، بس هي الفكره بتبقى في اخر الدايت بتاعك، في اخر فاهم اخر التنشيفه بتاعتك. يعني مثال انا كنت من الناس اللي عندي المناطق العنيده او اصعب مناطق انزل منها دهون هي الدهون اسفل البطن او الجناب. ولو في اي حد عنده اي اسئله يقدر يسال تحت في الكومنتات.